يا مساء الهنا والسعادة على أجمل متابعين في الدنيا. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. وحشتوني كتير كمان. بنزل فيديوهات معاكم، بس برضو بتوحشوني، وببقى أي حاجة عايزة أعملها في البيت عايزة أصورها لكم. تعالوا بقى قبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب كده يديمكم في حياتي نعمة، اللهم امين. والناس اللي لسه اول مره تشوف القناه، عندي فضلا الاشتراك يا جماعه عشان تنوروا كده وتشرفوا القناه وتكبروها بوجودكم معايا. واللي موجودين عندي كلكم كده على قلبي زي العسل، وكلكم كده ربنا يكبر بخاطركم اللي موجودين عندي في القناه، واللي لسه اول مره هيشترك كلكم كده ربنا يسعدكم ويكبر بخاطركم كده، ويفرحكم كده زي ما بتفرحوني بوجودكم معايا. متشكرة ليكم جدا جدا جدا. مش عارفة اقول لكم ايه، مش عارفة اعبر عن اللي جوايا. مبسوطة بوجودكم معايا جدا جدا. اتمنى القناة تكبر بوجودكم، وما تنسوش بقى اشتراكاتكم الحلوة عشان هي اللي هتكبر العيلة دي وهي اللي هتكبر القناة. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه مع بعض النهاردة. الروتين بتاعنا النهاردة خفيف بسيط. مش هنعمل حاجات كتير. احنا مهمتنا هنلم الكركبة اللي حوالين السراير دي. هما بيذاكروا هنا بقى، ورق، كراسات متقطع، مناديل، ازازة المية عشان لو عطشانين، طبق فيه اكل، يعني قاعدين واخدين راحتهم خالص كده. فهنلم الكركبة حوالين السراير وهنغير الملايات دي. طبعا أنا كنت فرشة الملايات دي معاكم تقريبا في دخلة رمضان في التنظيفات. اكيد مش من ساعتها موجودين، ده اوضه الصبيان يا جماعه، ما فيش 3 4 ايام ولازم الملايات تتغير. بس انا بحب الملايه دي جدا جدا فوق ما تتخيل. يعني ايه بقى؟ يعني ممكن اشيل الملايه دي اهو عشان هغسلها، هفرش ملايه جديده. الملايه الجديده اللي هتتشال لما يكون دول خلاص اتغسلوا ونطفوا، واشيل الملايه اللي انا هفرشها معاكم النهارده، اقوم فرشه الطقم ده تاني. فاهمين؟ يعني الطقم ده عندي اساسي، اشيله احط البديل بتاعه، ولما ده يتغسل واشيل البديل لازم ارجع ده تاني، مع ان في ملايات كتير بس انا دايما بحب ان انا ابدل في الملايات دي، بحس ان هي ماشيه مع الاوضه ومديه منظر حلو. فانا هشيل بقى معاكم الملايات دي. كانت مفروشه بالظبط حوالي كده اليوم الرابع، يعني انا هشيلها معاكم اهو، ده كان اليوم الرابع مفروشه فيه. فقلت اشيل بقى الملايات معاكم لان هم كانوا بياكلوا هنا وموسخين الملايات. والم الكركبه بقى بتاعتهم دي ونرتب بقى ونفرش السراير ونغير الملايات وبس. ايه رايكم؟ الروتين خفيف خالص، هنغير الملايات مع بعض بس. اهم حاجه ان انا عايزه بس اشكركم على وجودكم معايا وعلى وقفتكم جنبي بجد. واقفين جنبي بوجودكم معايا، فلازم طبعا اشكركم لانكم فعلا كلكم تستحقوا كل الشكر والتقدير. وبحبكم بحبكم بحبكم لحد مش عارفة ايه، لحد المنتهى مفيش نهاية. بحبكم لبلا نهاية خالص للأبد. ربنا يخليكم ليا كده ويديمكم في نعمة، لا يديمكم في حياتي نعمة ايوه كده. اللسان صباحة كالعادة واللخبطة مش هنخلص. اتعودت عليا. المهم بقى نفرش الملايات دي. انا برضو بحب يعني كل ملايات الاطفال انا بحبها بصراحة، فيها شغل كده حلو وفيها الوان مبهجة. بس هو الطقم التاني بس اللي مميز معايا عشان بحس انه شبه الستارة والحيطان والسجاد، فبحس ان الأوضة كلها كده طقم واحد وشكل واحد. لكن لابد من التغيير، فقلت افرش معاكم الملاية دي النهاردة، دي اللي انا اخترتها افرشها معاكم. قولوا لي برضو رأيكم في الكومنتات، ايه رأيكم؟ وبس. يا رب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الأذكار يا جماعة، أحب أذكركم بالأذكار دائما وأبدا كده، ما تنسوهاش بجد. دي تحصين الأذكار يا جماعة، بتحصلنا والله العظيم بجد. من الحسد ومن يعني الحقد، من حاجات كتير قوي، من وساوس الشيطان. يعني ذكر الله، يعني طول ما انتوا قاعدين اذكروا الله وصلوا على الحبيب المصطفى، والأذكار وسورة البقرة. وكمان في حاجات تاني المفروض ان هي تتقال برضو، انا ناسية دلوقتي. في حاجات معينة للحسد تقدروا تبحثوا عنها وتجيبوها. بتقولي لي كده يا سبوحة، اقول لكم لاني انا فعلا مأذية من موضوع الحسد ده، مش عارفة ليه خالص. حالتي النفسية مش مظبوطة.
في ببقى عايزة اشتغل وانزل معاكم فيديوهات اكتر من كده، ما ماليش نفسي، بحاول ان انا انزل عشان انتوا بتوحشوني وعشان انا عايزة اشتغل معاكم. فكل ما اتكلم مع حد يقول لي يا صباح انت محسودة، انت في حاجة مش مظبوطة، فصورة البقرة عليكي بيها، الاذكار عليكي بيها، المواظبة في الصلاة، ذكر الله، صلاة على الحبيب المصطفى، يعني في حاجات كتير. فقالوا لي برضو على حاجات تانية بس انا ناسياها. ففي حاجات كتير جدا. فطبعا اكيد اكيد مين مننا مش العين عليه، مين مننا مش محسود، سواء ستات او رجاله. مين منكم مثلا مسافر بره ويتلاقوا بقى الجيران والعيله والاهل ده مسافر بره ده المفروض كده انك عندك كنز مثلا، ومحدش عارف قد ايه الغربة بتبقى متعبة، وبعيد عن الاهل والزوجة والاولاد، ومحدش باصص لده، باصين للشغل او للفلوس وللرزق، ومش باصين للضريبة. ما هو الضريبة يا جماعة كل حاجة في الدنيا عليها ضريبة. مش باصين للناس اللي بتتغرب دي قد ايه هي بتتعب بره. فاكيد انتوا محسودين، وكرجالة يعني بتشتغل بره، والرجالة اللي هنا ورزقها كويس اكيد 100 واحد باصص في الرزق، بما ان الحال واقف. فتلاقوا ناس كتير قوي مركزة في الرزق، لا ده معاه، لا ده شغلانته حلوة، لا ده فيه. فلازم انا بقول لكم كده وبفضفض معاكم. الروتين بتاع النهارده خفيف خالص خالص، بسيط. انا يا دوبك بس بغير الملايات مش اكتر ولا اقل، وقلت ان انا اغيرها معاكم. فبما ان بقى مفيش حاجه في الاوضه هتتعمل غير تغيير الملايات، قلت ادردش معاكم في موضوع الحسد ده، لانه فعلا بقى حاجه صعبه. الناس كلها بقت بتبص لبعض ومحدش فاهم حاجه، مع ان كل واحد عنده مشكلته وعنده حياته الشخصية اللي ما بيعرضهاش لحد. فوارد ان يكون في كوارث ومصايب. فبتحسدوا على ايه؟ انتوا بتحسدوا على اللي بره، مش عارفين يعني. زي جلدة الكتاب، بتبصوا على جلدة الكتاب عجباكم فبتحسدوها، لكن ما تعرفوش ايه اللي جوه الكتاب نفسه، اللي ممكن انتوا ما تقبلوهوش ابدا ولا ان انتوا ترضوا بيه. فلازم الواحد يرضى بعيشته وبحياته وبنفسه، واسعى يا عبد وانا اسعى معاك. اشتغل، الراجل اشتغل، الست خليكي في بيتك وعيالك وحياتك، ولو الدنيا بايظه اشتغلي. المهم ما تبصيش لحد، ما تبصيش لرزق حد. انت يا فلان اتعب على نفسك، زود رزقك، بص لنفسك، بص لحياتك. مالكش بدعوة مين معاه ومين بيشتغل ومين سافر ومين جاب. يعني شايفة ان الناس بتبص على بعضها من بره، لكن ما يعرفوش كل واحد عنده كوارث ايه ونصايب ايه. فبجد الموضوع ده انا بعاني منه كتير قوي قوي. هتقولي لي ليه سبوحة؟ اقول لكم الناس كتير جدا مفكرة اني خلاص سبوحة معاها قناة يوتيوب فكده في كنز اتفتح. ما يعرفوش قد ايه انا بتعب، ما يعرفوش اني من اول القناة ما اتفتحت. شوفوا يا جماعة، من اول فيديو انا نزلته انا كده بقالي كام شهر ما قبضتش غير مرة واحدة بس $100. $100 يا جدعان، والله العظيم اللي قريب مني عارف الكلام ده قوي. $100 اتبدلوا من البنك، ما اتبدلوش من بره. كان عندي مشكلة في الحساب بتاعي. 3000 وكسور كده وكام فكة. يعني ايه 3000 ده؟ انا ما حصلتش عليهم نت يا جماعة، نت. ففي ناس مفكرة ان قناة اليوتيوب واو، ده كده خلاص في كنز اتفتح. ما يعرفوش ان انا بشتغل ليكم وليا، ان احنا حابين ان احنا يكون في بينا تعارف، في بينا اخوة، في بينا محبة، في بينا حاجات حلوة ملهاش علاقة بالماديات. فانا مبسوطة بوجودكم معايا. بتغيروا يعني فعلا. اللي انا استفدته من القناة ده حقيقي ربنا يعلم بيه. اللي انا اصلا داخله علشانه مجال اليوتيوب، وجود ناس حلوه زيكم في حياتي، وجود ناس محترمه، وجود اخوات اكون مبسوطه بوجودهم. يعني حياتي متغيره وفيها جزء كده حلو خارج الروتين اليومي بتاعي. انا وجودكم انتم مغير حاجات كتير في حياتي، رافع من روحي المعنويه. الدعم بتاعكم العسل، اللي هو الدعم سيبنا من الدعم المادي، ربنا يبارك فيكم يا رب. ولكن انا بتكلم على الدعم المعنوي والنفسي اللي بتقدموه لي بكومنت جميل، بغض النظر عن الناس الوحشة. انا بتكلم عن الناس المحترمة. الكومنت جميل، اسلوبكم الراقي، وجودكم في حياتي، يعني كل حاجة حلوة. الدعم النفسي والمعنوي ده اهم من اي حاجة. فده ده اللي انا فعلا استفدته من القناة، الدعم النفسي والمعنوي. ان انا مبسوطة ان انا بصحى من النوم عندي جمهور حلو، ناس جميلة. هو ده اللي انا كسبت من القناة. بغض النظر عن الماديات. الماديات دي بقى اللي بيحبني
وعايز الصبوحة ربنا كده يجبر بخاطرها من ورا تعبها وشقاها في القناة، يدعي لي كده دعوة حلوة ان القناة تكبر. يعني انا حاليا انا طبعا طموحي اكون قناتي كبيرة جدا، مش عارفة ربنا هينولها لي ولا لا، ولكن على الاقل خلينا نبدأ السلم واحدة واحدة. انا مبدئيا طموحي اوصل 100,000 مشترك، فان شاء الله بدعواتكم الجميله وبوقفه ربنا جنبي وبتعب ان شاء الله على القناه، ربنا يحقق لي حلمي باذن الله. وساعتها بقى نشوف بقى موضوع ان هيكون في ربح كويس ولا لا، هل في ربح وبقى ماديات ولا لا، هنشوف. المهم ان انا حبيت ان انا افضفض معاكم، ووجودكم معايا بالدنيا دي كلها. تعالوا بقى نقول ان احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا والروتين بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واستنونا ان شاء الله في فيديوهات جديدة، ويبعد عننا الحسد والعين كلنا. وشكرا لكم ومع السلامة.